كيفكم اخواتي؟ اليوم طبقنا لليالانجي. بدنا نص كاسة زيت زيتون، نحط فيها بصلة بنقليها وشوية توم، وبدنا كمان فلفلة خضرة كمان بنفرمها بنحطها فوق، بنقليهم منيح. معلقة دبس فليفلة، معلقة دبس بندورة، نقليها منيح مع البصلة والثوم والفلفلة الخضرة. بنجيب الرز المنقوع ومغسول منيح بنضيفه له وبنحركه. بنضيف بعدها الطماطم أو البندورة مقطعة، والبقدونس المفروم كمان فوق تقريبا شي معلقتين. النعناع اليابس وفليفلة ومعلقة بهارات مشكلة، خلطها منيح، والملح حسب الرغبة. بعدين بنغطي عليهم ونخليها دقيقتين لحتى شوي ينضج الرز. بعد ما نضج الرز شوي بهاي المرحلة بنضيف معلقة قهوة، نص كاسة دبس الرمان، وبنحركها كمان بنغطي عليها وبنتركها تقريبا كمان دقيقتين. يعني نص السوا تقريبا. هون بنحط ورقة العنب، وبنجيب بنحط كمية حشو وفيرة لأني هو مستوي نص سوية تقريبا، وبنلفها بالطريقة الأولى أول شي من فوق بعدين الأطراف، والطريقة الثانية بنلفها من الأطراف بعدين من فوق حسب ما كل واحد وكيف بيعرف. وهيك لتخلص كل الكمية. بنحط بأرض الطنجرة الجزر والبطاطا بنصفى، بعدين بنحط اليبرة والثوم، بنحط التقل فوقها. بعدها بنضيف المي المغلية والملح حسب الرغبة، ونترك عصير الليمون الأخير قبل ما يستوي ب10 دقايق.